السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم مرة جديدة في قناة الطبخ مع منال. بعد غيبة طويلة شوية، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله مع وصفة جديدة، مع اقتراح جديد نتمنى أنه ينال الإعجاب ديالكم. واحد الكيكة ديال الحامض، مذاق الليمون الحامض. كيكة ديال زمان اللي كنعرفو كتجي منسمة وكتجي بنينة. المقادير يعني بسيطة، ولكن الطريقة هي الأهم باش تجيكم الكيكة يعني طالعة بحال هكدا، مفشفشة وخفيفة وزوينة، يعني بحجم عائلي تحمر لكم وجهكم مع العائلة ديالكم ومع يعني وليداتكم هكذا زوينة للغوتي ولا الفطور. بقاو معايا باش نشوفوا المقادير وطريقة التحضير ديال هاد الكيك اللذيذ جدا. وطبعًا إذا كنتم أول مرة كتشوفوا القناة فمرحبا بكم، و ما تنساوش تخليو ليا واحد إعجاب إذا عجبكم الفيديو، واحد التعليق، راهم كيحفزوني وكيشجعوني أنني نزيد نعطي ونعطي في القناة من شهيوات ووصفات. يعني دوك اللايكات كيشجعونا يعني كيعطيونا واحد القوة أننا نزيدو نعطيو كل مرة، ويعني كيحفزونا وكيحمسونا أننا نعطيو وصفات أولا نزيدو بالقناة معاكم إن شاء الله للقدام. فبقاو معايا، هنايا غادي نشوفوا المقادير مع بعضياتنا. هنا عندي واحد 6 البيضات بحجم كبير بحرارة المطبخ. يعني البيض كنخرجوه من قبل ما نستعملوه. هنايا غادي نطربوا واحد شويه، غير كنفتحو اولا كنحل داك البيض وكنضيف عليه هنايا السكر. يعني عندي السكر 140 غرام ديال السكر. كنبدا نخلط بالطراب الكهربائي ولا الطراب اليدوي اللي متوفر عندكم، ولكن خاص البيض يطلع لينا مزيان مزيان. هنا غادي نضيف واحد الساشيه ديال الفانيلا وزن 7 غرام، وغادي نبدا نطرب الخليط. هنايا عندي واحد القبيصه ديال الملحه، وغادي نبدا نطرب الخليط مزيان 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 حتى كيطلع ليا البيض وكيولي اللون ديالو ابيض، تقريبا واحد الصفر اللي هو باهت بزاف. كنبقاو نطلعو في البيض كما كتشوفوا بحال هكذا. ضروري من هاد المرحله باش كينجح معنا الكيك وكيطلع معنا وكيجينا خفيف وزوين. بالنسبه للزيت، هنا ملي كنطلع البيض ديالي على هذا الشكل كنبقى نضيف في الزيت. هنا عندي 150 ملي ديال الزيت، كنبقى نضيف بشويه بشويه كما كتشوفوا على بحال الخيوطه على شكل خيط، يعني بشويه وانا كنطرب مزيان مزيان. صافي كنبقى على هذا الشكل حتى كنكمل الزيت اللي عندي، وكندير واحد تطريبه كبيره، يعني كنزيد نطرب مزيان مزيان الخليط. واحد 2 دقايق من بعد الزيت، من بعد ما كنضيف الزيت كنبقى واحد 2 دقايق نطرب على هذا الشكل وصافي. هنايا كنكون يعني ساليت من الطراب الكهربائي. غادي نجي هنا ونضيف الحليب 200 ملي ديال الحليب، يعني حليب عادي بارد، وكنخلط الكل مزيان. هنا غادي نبدا نضيف في الدقيق عندي 310 غرام ديال الدقيق. انا عطيتكم مقادير بالتدقيق، غتبقاو تزيدوا الدقيق بشويه بشويه طبعا مغربل. وانتوما يعني ديك الفوي ولا داك الطراب اليدوي من الاسفل كتخلطوا من الاسفل للاعلى. دابا هنايا غير مزرب، ولكن في واحد المقطع يعني غادي يبين لكم انني كنخلط بشويه، كندخل هذاك الخليط في داك الطحين في الخليط من الاسفل للاعلى. هنا ضفت الخميره الكيماويه 20 غرام، 20 غرام ديال الخميره الكيماويه. كما شفتوا راه الكيك عندي كبير ما شاء الله، كيجي عالي وكبير، ويعني بحجم عائلي. صافي هنا كما كتشوفوا كنبقى نضيف في الخليط اولا في الطحين، وانايا كنحرك بشويه وكندخل هذاك الطحين وكنشوف واش الا كاين شي كويرات ديال الطحين كنخلطهم وندخلهم في يعني في الخليط ديال البيض.
هنايا راه عندي الفران كيسخن على 180 درجة من الأسفل ومن الأعلى. هنايا كما شفتوا ضفت قشور ديال ليمون الحامض. أنا عندي هذاك الليمون الحامض اللي أخضر، كيعطي واحد النسمة غزالة بزاف. ودرت هنايا ديك الليمونة الحامضة اللي حكيتها، عصرتها وضفت العصير ديالها. أنا بحال هاد الكيكات كنفضّل هداك الليمون الحامض الأخضر، فيه النسمة وفيه البنة أكتر من داك الأصفر، ولكن إذا عندكم الأصفر حتى هو كيجي زوين، يعني الحامض داك الأصفر حتى هو حكّوه وضيفوا القشرة و العصير ديالها. هنا شفت الخليط شوية باقي ليا جاري شوية أولا خفيف، وضفت شوية ديال الدقيق، يعني بمجموع 310 غرام ديال الدقيق. كما سبقت وذكرت الفران عندي كيسخن على 180 درجة من الفوق ومن الأعلى، من الفوق ومن الأسفل عفوا. هذا هو الخليط ديالي ديال الكيك، غزال وطالع. صافي هنايا كنجيب المول ديالي، هذا المول اللي كيكون مثقوب من الوسط، من بعد ما دهنته بالزبده مزيان ورشيته بالدقيق مزيان مزيان باش ما يلصقش ليا. هنايا كنخوي الخليط، كنرفع شويه يدي وكنخوي الخليط ديال الكيك في المول. هنايا الفران كنطفي ليه من الفوق وكنخليه غير من الاسفل على 170 درجة. كنخلي الكيك ديالي حتى كيطيب على الخطر ديالو، ما كنفتح عليه ما حتى شي حاجة. انا عندي الفرن الكهربائي، يعني كنخليه يطيب وانا كنطلع عليه مثلا ما نحلش عليه، يعني غير نشوفوا واش يعني طلع، كنشم الريحه ديالو. الا شميت الريحه فراه الكيك راه تقريبا طاب. كنحس به طاب صافي، كنشعل عليه من الفوق غير يتحمر، وكنخرج الكيك ديالي كيكون على هذا الشكل طالع ما شاء الله محمر وعنده واحد اللون زوين بزاف. هنايا كواحد لاصوص من الفوق بغيت نسقيها به. عندي واحد 80 غرام ديال السكر، يعني بودره. ضفت عليه ملعقه كبيره ديال الحليب وملعقه كبيره ديال عصير ليمون الحامض. كنخلط مزيان 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 هاد العناصر، وكنخلي الكيك ديالي حتى كيبرد مزيان مزيان في المول. ما كنديموليش ديك الساعه. ملي كيبرد ليا الكيك، ملي كبرت ليا الكيك كما سبقت وذكرت، كنستعن بواحد السكين بحال هكذا غير نشوف مثلا لربما يعني لصق ليا من شي بلاصه، وهنايا كنجي نديموليه من بعد ما برد تماما. ما شاء الله كيفاش كيجي الكيك طالع وغزال بزاف بزاف، النسمه ديال الحامض فيه ما نعاودش لكم شحال زوينه. صافي من بعد هنايا غادي نخليه يبرد مزيان اكثر، وغادي نجيب هذيك يعني هذيك لاصوص اللي درنا. تقدروا تستغناو على ديك لاصوص، ديروا مثلا من الفوق غير مربى ديال المشماش اولا يعني ديال المشماش، وديروا الكوك من الفوق، اولا تخليوه غير بحال هكذا تاكلوه، راه كيجي زوين بزاف. تزيين يعني لكم الاختيار يعني فيه. صافي هنايا غنجيب هذيك لاصوص. كنت بغيت ندير بها خطوط، الساعه بدلت ودرت هكذا، يعني سرحت هذيك الصوص من الفوق، ودرت هنايا قشور ديال الليمون الحامض الاخضر كتزيين كيجي زوين. ودرت واحد لي طرونش، واحد جوج ديال لي طرونش ديال الليمون الحامض، زينت بهم من الفوق، كيجي المنظر غزال وكتجي الكيكه على هذا الشكل زوينه بزاف بزاف. كنتمنى انكم تجربوها. مقادير يعني بسيطه، غير الطريقه كتختلف من كيكه لكيكه، باش الكيكه انها كتجيك طالعه بحال هكذا وتجي خفيفه. هانتوما كيفاش كتشوفوا معايا كيفاش مقطنه من الداخل ومجعبه. الصراحه جربوها، انا اكيد غادي تعجبكم بزاف بزاف. وكانت هذه هي الوصفة ديال اليوم. إذا عجبتكم فجربوها. غادي نخليكم إن شاء الله مع وصفة جديدة بإذن الله. خليت لكم الراحة، المقادير غادي نكتبوا لكم في صندوق الوصف. شكرا أصدقائي على المتابعة، مع السلامة، إلى وصفة جديدة بإذن الله.